هو ليه الوقت بيعدي بسرعة؟ في الفيديو ده أنا هتكلم بجد، هل الوقت بقت مدته أقصر أو بيمر بطريقة أسرع؟ ليه إحنا حاسين إن الست أو السبع سنين الأخيرة عدوا حرفيا كأنهم سنة أو عدة شهور؟ كل واحد فينا عنده الشعور ده، وده اللي هنحاول نفهمه في فيديو النهاردة. السلام عليكم. طيب قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار، ويا ريت كمان بالمره تضغط لايك. طيب هل الوقت بيعدي بسرعة؟ هل ممكن الساعة تكون بقت بتتحرك بشكل أسرع وإحنا مش واخدين بالنا؟ عشان أتأكد من الموضوع ده أنا عملت تجربة غبية جدا بس كان لابد منها عشان أرتاح نفسيا. كنت عايز أعرف هل الساعة كل يوم هل هي نفس الطول بالظبط؟ وعشان اتاكد من ده عملت التجربه دي. فضلت اعمل التجربه دي لمده 30 يوم، بقعد كل يوم في نفس الساعه عد فيه كام ثانيه في خلال 10 دقائق معينين انا اللي اخترتهم، وكررت نفس الشيء لمده 30 يوم. وكمان كنت بشغل الستوب واتش عشان تراجع ورايا، ويوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم. وفي الاخر كانت النتيجه ايه الهبل اللي انا بعمله ده؟ الوقت ما طلعش بيمشي بسرعه ولا حاجه. من ناحيه علميه في دراسه اتعملت على الموضوع ده في مجله ناتشر ساينتفك ريبورتس، قالت ان زياده نشاط الجهاز العصبي في جسم الانسان زي ارتفاع معدل ضربات القلب ممكن يخلي الوقت يبدو اسرع بنسبه 10%. كمان ساينتفك ريبورتس عملوا ورقه بحثيه عملها واحد اسمه زولتانا داستي. التجربه اللي هو عملها جاب 138 شخص وقسمهم لثلاث مجموعات. اول مجموعه اعمارهم من 4 ل 5 سنين، تاني مجموعه اعمارهم من 9 ل 10 سنين، والمجموعه الثالثه بتضم البالغين اللي هو من سن 18 فما فوق. وفرجوا كل مجموعه لوحدها على فيديوهين، كل فيديو من الفيديوهين مدته دقيقه، مع العلم ان هم ما كانوش يعرفوا ايه مده الفيديو بالظبط. الفيديو الاول كان مليان احداث عباره عن شرطي بيطارد حرامي وبيقبض عليه واحداث وتفاصيل كتير بتحصل. لكن الفيديو الثاني كان عباره عن مجموعه قراصنه هربانين في مركب وبس قاعدين بيقدفوا. هو الفيديو عباره عن مشهد واحد، ناس قاعدين في مركب وقاعدين بيقدفوا طول الدقيقه. وسالوا كل مجموعه فيهم انهي فيديو كان الاطول. المجموعه الاولى اللي هي فيها الاطفال من 4 ل 5 سنين كانوا شايفين ان الفيديو الاول هو الاطول، اللي هو كان فيه ضابط بيطارد حرامي وفيه احداث كتير. ليه؟ لان الاطفال اول ما بيتولدوا بيكون دماغهم فاضيه، فكره ان هم شافوا احداث كتير وتفاصيل كتير في الفيديو دي بالنسبه لهم حاجات جديده بيشوفوها لاول مره، فكانوا مقدرين كل لحظه وثانيه في الفيديو. وشافوا ان الفيديو الثاني هو القصير لان ببساطه ما كانش فيه اي حاجه، هو مشهد واحد بالنسبه لهم، فعقلهم استوعبوا ان ده كان فيديو قصير. على عكس المجموعه الثانيه والثالثه اللي شافوا ان الفيديو الثاني هو اللي اطول، ببساطه لان الفيديو كان ممل بالنسبه لهم، عباره عن ناس قاعده بتقدف، مفيش اي حاجه ممتعه في الموضوع. فمن كتر ما الفيديو كان ممل بالنسبه لهم ده اللي ادالهم احساس ان الفيديو ده اطول من الفيديو الثاني اللي كان مليان تفاصيل. الدراسات العلميه اثبتت ان شعورنا بمرور الوقت سواء شعورنا بيه انه سريع او بطيء بيعتمد على عوامل نفسيه وفسيولوجيه. الموضوع متمحور على ادراكنا احنا للوقت. كمان بعض العلماء اشاروا ان شعورنا بمرور الوقت بسرعه بيكون مرتبط بتناقض انتاج الدوبامين في الدماغ. ثانيه واحده كده، دوبامين ودماغ؟ ايه اللي ممكن نكون بنعمله يوميا خلال السنين الاخيره بيسبب اضطراب في انتاج الدوبامين في الدماغ؟ الموبايل. ثانيه واحده قبل ما تقفل الفيديو وتخرج، انا مش هكرر نفس الكلام اللي انت بتسمعه من والدك او والدتك كل يوم، مش هقول كلام ممل ما تقلقش. انا بس عايزك تفتكر حاجه زمان قبل ما كان يبقى معانا السمارت فونز بتاعت دلوقتي. عايزك تفتكر زمان واحنا اطفال قبل ما يكون عندنا الشعور بتاع ان الوقت بيعدي بسرعه ده، وقتها ما كانش فيه موبايلات صح؟ وشعور ان الوقت بيمر بسرعه ده ما بداش يجي لنا ونحس بيه غير ما فعلا بشكل رسمي بقى في كل بني ادم فينا في ايده سمارت فون بيقضي تقريبا معظم يومه عليه، سواء في الشغل او في غير شغل، ولكن بيقضي معظم يومه عليه. وعشان الموضوع ما يكونش كروته كده وبشكل سطحي، انا عايزك ترجع معايا لايام الطفوله. بسبب محدودية أدوات المتعة وقتها، وقت ما كان التلفزيون محدود، قنوات معينة هي اللي متاحة، كنتش انت اللي بتختار وقتها تتفرج على ايه، كانت الأفلام بتتحدد لك، هيعرض الساعة 2 فيلم كذا، هيعرض الساعة 3 فيلم كذا. وما كانش وقتها في تخطي الإعلانات زي دلوقتي، كنت بتبقى مجبر تشوف إعلان ربع ساعة ونص ساعة عشان تشوف قصادها حتة قد كده من الفيلم. كمبيوتر محدود بالألعاب والفيديوهات اللي عليه، حتى لما الإنترنت دخل كان ستيل محدود، واستخداماته كانت محدودة مش زي دلوقتي. ممكن تكون من الناس اللي كان عندها بلاي ستيشن، ستيل محدود بعدد الالعاب والسيديهات اللي عندك. اكتر مده كان ممكن تقضيها على كل حاجه من دول كانت ايه؟ ساعه، ساعتين، وتشيز كتير جدا عليه، لان زي ما قلنا كل حاجه كانت محدوده. وانت حرفيا كنت بتقعد ساعه او ساعتين على الكمبيوتر، وساعتين على البلاي ستيشن، لغايه ما يجي ميعاد الفيلم او الكرتون اللي انت مستنيه اللي هيجي في الساعه المعينه تقعد تتفرج عليها. يومك وقتها كان بيبقى دسم، كله مغامرات وحاجات تتعمل، وتروح تعمل هنا شويه وهنا شويه. كنت بتحس
اليوم نفسه، كنت بتحس انك عملت حاجات كتير قوي في اليوم ده. بجد حاول ترجع بالزمن وتفتكر كنت بتروح المدرسة، ترجع من المدرسة تنام شوية، تلعب على الكمبيوتر، تلعب على البلاي ستيشن، ممكن تنزل مع اصحابك وتروحوا السايبر تلعبوا هناك. كمية الاكتيفيتيز اللي كنت بتعملها في يومك زمان حتى لو كانت بسيطة، لكن وقتها كنت بتحس بكل دقيقة في يومك. بجد اكتر سبب هو مخلينا حاسين بده هو الموبايل. شيء في ايدك 24 ساعة، مليان تطبيقات، ما بين تطبيقات سوشيال ميديا والعاب، حاجات كفيلة ان هي تضيع لك يومك من غير ما تحس. انا هسألك سؤال بسيط، حصل لك قبل كده انك كنت قاعد بسكرول على الموبايل في الريلز بقى وتيك توك والاشياء دي، فجأة كده فقت لنفسك واكتشفت ان عدى 3 ساعات، بقالك 3 ساعات قاعد بتقلب في الريلز؟ شوف الحركة دي بتتكرر معاك كام مرة في اليوم، وكام يوم في الاسبوع، وكام شهر في السنة. صدقني انت لو تعمقت في الموضوع وحاولت شوية انك تحسبها، هتلاقي ان الوقت اللي انت بتقضيه على الموبايل هو مش مجرد ساعتين 3 زي ما انت حاسسهم، هي مدة طويلة جدا، هي فعلا مدة بتخليك ما تحسش بالوقت. كمان من اكتر الحاجات اللي بتخليك تحس ان الوقت بيعدي بسرعه، والحاجه دي بالذات بتخليك تحس ان شهور وسنين طويله بتعدي، هي الهموم وصعوبه الحياه. يعني مثلا انت ممكن تكون شخص مديون او عليك اقساط، كل شهر بتعيش وبتبقى مستني انه يخلص بقى عشان تاخد مرتبك وتسدد اللي عليك، مستني شهر يعدي تاخد مرتبك تسدد اللي عليك، مستني الشهر اللي بعده يخلص، وهكذا. وفي امثله بقى زي دي كتير. لو انت مثلا شخص مستني وظيفه او مستني انك تسافر، ممكن تكون انت واقع في مشكله مستني مده معينه تعدي عشان تخلص من الهم ده. انت اصلا في يومك العادي تبقى مستني ان اليوم يخلص بقى عشان يعدي بمشاكله وبهمومه وتبدا يوم جديد. عموما الهموم والحياه الصعبه بتخليك دايما قاعد مستني حاجه، او قاعد مستني الوقت يعدي عشان حاجه تيجي. ففجاه تلاقي سنه في الثانيه في الثالثه بيعدوا وانت ما حسيتش بيهم لانك ما كنتش عايز تحس بيهم، في الحقيقه انت كنت مستنيهم يعدوا. كمان تنظيم الوقت بيأثر على إدراكنا بمرور الوقت. يعني على سبيل المثال زمان لما كنت طفل كان وقتك منظم بشكل إجباري، حتى لو أنت شخص ما بيعرفش ينظم وقته. روتين حياتك وقتها كان عامل تنظيم للوقت بشكل إجباري، منظم لدرجة إن أنت حتى ما كنتش واعي إن يومك منظم. وآخر حاجة، عدم وجود هدف واضح أنت عايش علشانه بيخلي عندك شعور كده باللا شيء. أنت مش عارف أنت عايش ليه أصلا، لا عارف أنت عايش ليه ولا عشان إيه ولا بتعمل إيه. أنت خلاص ما عندكش هدف، ما عندكش حاجة أنت عايش لها، مستسلم للواقع بكل طرق، مفيش حاجه بتعملها غير انك قاعد مستني الوقت يعدي. الموضوع كله متعلق بيك وبادراكك وباسلوب حياتك. الموضوع ملوش علاقه ابدا بالساعه او بالوقت او بالعالم الخارجي، انت الوحيد المتحكم في ساعتك، انت اللي في ايدك تخليها تمشي بسرعه او تمشي ببطء، تصحى من النوم وتحس ان في 3 سنين عدوا وانت ما خدتش بالك، او تحس وتعيش بكل دقيقه في حياتك، لان الدقيقه ما بترجعش. في النهايه عايز اقول لك ان كلنا عندنا هموم، كلنا عندنا مشاكل، كلنا وقعنا في فخ ان احنا بنتلهي بالساعات على الموبايل، كلنا مرينا بمواقف ولحظات كنا بنتمنى ان هي تمر عشان نخلص منها وتعدي. بس هدفي من الفيديو ده اني افوقك لاهمية اللحظة في حياتك، اهمية الدقيقة، والدقايق اللي انت ضيعتها من حياتك في الفرجة على الفيديو ده خلي يكون ليها قيمة وفايدة. ان الفيديو ده يكون فوقك ويساعدك انك تعرف قيمة الدقيقة في حياتك، وانك تتخلص من اي عادة سيئة بتكون السبب في ان هي تضيع وقتك، تهدر دقايق وساعات من عمرك. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. خلينا نكمل نقاش في الكومنتات ونشوف ارائكم في الموضوع ده. ما تنساش لو الفيديو عجبك تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار، ويا ريت كمان تعمل لايك عشان تحمسني وتحفزني ان اعمل فيديوهات اكتر. وقبل ما تمشي، ده الانستجرام بتاعي، بنزل محتوى مختلف تماما عن اللي بعمله هنا في القناه، اتاكد انك عامل لي فولو هناك، هسيب لكم اللينك تحت في اول كومنت. and yep that's it، اشوفكم في حلقات قادمه. see you later.